هل ممكن حضارة عمرها أكتر من 7000 سنة تكون أذكى من حضارتنا اللي معانا فيها إنترنت وذكاء صناعي؟ النهاردة هنفتح ملف الحضارة المصرية القديمة وهنسأل السؤال اللي محدش بيجاوب عليه بوضوح: إزاي الفراعنة وصلوا للعلم ده كله من غير تكنولوجيا؟ شد الحزام وركز معايا، لأنك هتشوف اللي عمرك ما شفت زيه قبل كده. من آلاف السنين وقبل ما تكون في كهرباء أو إنترنت، كان في حضارة ماشية فوق رمال الصحراء، حضارة تسابقت زمنها بآلاف السنين وكتبت اسمها بحروف من نور وحجر. المصريين القدماء مش بس بنات أهرامات، دول كانوا شعب عظيم، مؤمن، منظم وعبقري بشكل مش طبيعي. بدأت حضارتهم حوالي سنة 3150 قبل الميلاد، واتجمعت حوالين نهر النيل. النيل بالنسبة ليهم ما كانش مجرد نهر، ده كان شريان حياة. كل حاجة اتبنت حواليه: الزراعة، التجارة، المدن، وحتى المعابد. كانوا بيزرعوا القمح والكتان ويصنعوا النسيج والأدوات، وكان عندهم اقتصاد معقد ونظام توزيع للموارد متطور جدا بالنسبة لعصرهم. لكن المدهش فعلا هو نظام التفكير بتاعهم. كانوا بيؤمنوا بالحياة بعد الموت، وده خلى عندهم علم كامل عن التحنيط وبناء المقابر. استخدموا الرموز الهيروغليفية علشان يكتبوا أفكارهم، وده كان نظام كتابة معقد جدا لكن دقيق لدرجة رهيبة. وكان عندهم آلهة كتير، كل إله له وظيفة وله معبد وله كهنة بيخدموه وبيقدم له قرابين. بس الغريب بقى إن كل ده كان بيحصل بتنظيم مذهل، وكأن في دولة حديثة ماسكة كل خيط. الفراعنة ما كانوش حكام ديكتاتوريين وبس، لا، كانوا بيتعاملوا كوسطاء بين الناس والآلهة. كل قرار سياسي أو اقتصادي كان ليه بعد ديني. عشان كده الحضارة دي كانت قوية من جوه ومش مجرد مظهر خارجي. في الوقت اللي كانت فيه أوروبا عايشة في جهل وتخلف، المصريين كانوا بيبنوا معابد من الحجر وبيسجلوا أحداث التاريخ على الجدران. تفتكر إزاي حضارة زي دي ظهرت فجأة بكل العلم ده؟ هل ده نتاج عبقرية بشرية ولا في حاجة أعمق من كده؟ اللي جاي في الفيديو ممكن يغير فكرتك عن التاريخ كله. الناس كتير بتفتكر إن الفراعنة كانوا ملوك بيبنوا أهرامات وبيتحكموا في الناس، لكن الحقيقة دولة الفراعنة كانت من أكتر الدول تنظيماً في التاريخ القديم، بل في حاجات لو حصلت النهاردة هتقول إنها متقدمة على عصرنا. أولاً، شكل الدولة كان عندهم نظام مركزي قوي. الملك أو الفرعون كان مش بس حاكم، ده كان بيعتبر إله حي اسمه مرتبط بالإله رع. تحته فيه وزراء وحكام أقاليم وكتبة وعمال وكهنة، وكل واحد له وظيفة محددة بدقة. يعني وانت قاعد بتتفرج كان فيه واحد من آلاف السنين قاعد على مكتبه في طيبة بيحسب كام حبة قمح دخلت المخزن. الكتبة أبطال الإدارة كانوا فئة خاصة جدا، هم اللي بيسجلوا كل حاجة: الضرائب، المحاصيل، الشغل في المعابد، وحتى المواليد والوفيات. بدونهم كانت الدولة تنهار، وعلشان كده اتعلموا الهيروغليفي واتدربوا سنين طويلة. الضرائب كانوا سابقنا، الفلاح كان بيزرع الأرض بتاعته، لكن الدولة كانت بتاخد نسبة من المحصول. في نظام لتسجيل المحاصيل وفيه موظفين بيراقبوا كل حاجة. كان في حاجة شبه الميزانية العامة والمخازن الكبيرة لتخزين القمح والزيت. العدالة والقانون، كان فيه نظام قضائي متكامل، فيه قضاة وفيه قوانين وفيه شكاوى بتتقدم للمسؤولين. وكانوا بيكتبوا العقوبات على الجدران علشان تكون عبرة للناس. فيه بردية كاملة اكتشفناها فيها قضية سرقة حصلت من أكتر من 3000 سنة وتحقق فيها وتحبس اللي غلط. التنظيم في البناء والمعمار، أي مشروع كبير زي معبد أو هرم بيبدأ بخطة محكمة. المهندسين، العمال، النحاتين، كلهم ليهم جدول عمل. كان فيه نظام لإعاشة العمال
وتوزيع الأكل والمياه وحتى العناية الطبية. اللي إحنا بنشوفه على الجدران مجرد رسومات، لا، ده توثيق حي لنظام دولة كاملة شغالة بمستوى إداري متقدم جداً. في الطب العمليات الجراحية، فتح الجمجمة مثلاً، أدوية من أعشاب لسه بنستخدمها. في الرياضيات، حسابات دقيقة لبناء المعابد، استخدموا النسبة الذهبية في بناء الهرم. في الفلك، عرفوا السنة 365 يوم، قسموا اليوم ل24 ساعة، بنوا المعابد بحيث تشرق الشمس في أيام معينة في السنة. إزاي اتبنت الأهرامات؟ ده السؤال اللي محير كل العلماء لحد دلوقتي. وزن الحجر الواحد أكتر من 2 طن، ملايين الحجارة متراصة بدقة عجيبة، مفيش أدوات حديثة ولا حتى عجلة في الزمن ده. نظريات بتقول استخدموا منحدرات خشبية أو استعانوا بتقنية لوس ساينس اختفت مع الزمن. في ناس بتعتقد إنهم استخدموا الطاقة أو الذبذبات الصوتية. هل الفراعنة كان عندهم معرفة جاية من حضارات أقدم؟ في برديات بتتكلم عن مركبات طائرة. ناس بتقول إن في حضارة ضيعة سبقت الكل وعلمت المصريين. مش شرط نصدق كل ده، لكن ليه في علامات استفهام لحد دلوقتي؟ وليه كل ما نوصل لحقيقة نلاقي سر أكبر؟ الحضارة المصرية القديمة مش مجرد تاريخ، دي كنز من الأسرار اللي لسه بنتعلم منها كل يوم. كل حجر، كل رمز، كل تابوت وراه قصة لسه ما اتقالتش. فيديو النهاردة يمكن يفتح لك باب، بس اللي وراه أكبر بكتير. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك عشان الرحلة لسه في أولها.